هو ملك الحلول علي معلول أسطورة النادي الأهلي فين دلوقتي؟ في سنة 2016 الأهلي تعاقد مع النجم الصفاقسي التونسي وأفضل لاعب في الدوري التونسي وهداف الدوري علي معلول، اللاعب الشاب اللي عنده إمكانيات كبيرة واللي بيقدم مستويات هايلة جدا، ورغم إنه باك ليفت ولكن هتلاقيه هداف الدوري ب 16 هدف الموسم ده وبيقدم مستوى كبير جدا. اللقطة الماضية ديانج يا ولد علي معلول، هي علي معلول هو الحل. علي يا علي، علي يا علي اتدلع يا علي. بعد انضمامه عانى في البداية وكان قاعد دكة، ولكن مع الوقت شارك بشكل أساسي، ومن وقتها وعلي معلول على مدار 9 مواسم كاملة محدش مالي عينه في المكان ده، محدش قادر يلعب عليه. 9 سنين لعلي معلول مع الأهلي، 22 بطولة، 51 هدف و84 اسيست. اعتقد ان مفيش باك ليفت في القارة قدر يعمل الارقام دي مع نادي واحد، لا قارة ايه، على مستوى العالم مفيش باك ليفت عمل الارقام دي مع نادي وحيد فقط. وعلي معلول يعتبر واحد من افضل اللاعبين على مستوى العالم في مكانه، ايوه زي ما بقول لك كده، بالارقام والاحصائيات والتاثير الكبير جدا اللي قدمه مع النادي الاهلي. تاريخ كبير للاعب اسطوره قدم كتير جدا للنادي الاهلي، ورغم انه خرج ولكن سيظل علي معلول لا يتم تعويضه تماما. واعتقد يعني الموضوع مش صعب بس لا مستحيل، بالارقام دي مستحيل. المهم في 2024 تحديدا فاينل دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والترجي، بعد 7 دقائق فقط علي معلول بيجيله اصابه. قلنا اصابه ماتش ماتشين ويرجع، ولكن للاسف كانت قطع في وتر اكيليس اللي بطلت لعيبه كتير جدا، واللي فعلا لعيبه كتير عملت العمليه دي ولما رجعت ما قدرتش تقدم نفس المستوى اللي كانوا بيقدموه، منهم جilberto مثلا. علشان علي معلول يبعد فتره كبيره علي معلول في اصابه، فتره كبيره النادي الاهلي بيعاني في المكان ده، علشان يقرر النادي الاهلي لما يجيب لاعب في الباك ليفت يشوف لاعب دولي، لاعب عنده امكانيات جيده وخبرات كويسه في افريقيا. وهنا تم التعاقد مع يحيى عطية الله، اللاعب المميز اللي كان بيقدم مستوى كبير جدا مع المنتخب المغربي سواء في كاس العالم او حتى مع الوداد في دوري ابطال افريقيا، والسبق وسجل في الاهلي، وكان الوقت ده بيلعب مع نادي سوتشي الروسي. المهم برضه ما قدرش يعوض علي معلول، ولكن خلينا في معلول دلوقتي. ولما رجع معلول كان صعب انه يشارك، ما كانش في قناعه تامه انه يقدر يقدم المستوى اللي كان بيقدمه، وهنا انتهت رحله علي معلول مع النادي الاهلي. 9 سنين من الذكريات الجميله مع علي معلول، من التاثير الواضح جدا في جميع البطولات، من الجوده الفنيه والمتعه في المكان ده، فعلا احنا مش هننسى علي معلول. المهم ان بعد الاصابه النادي الاهلي مدد تعاقد علي معلول لمده موسم، وبعد انتهاء الموسم قرر انه مش هيتم التجديد ليه تاني، وهنا جاله اكتر من عرض، ولكن قرر يرجع الصفاقسي مره تانيه، الفريق اللي خرج منه. ومع بدايه الموسم الحالي علي شارك بشكل اساسي مع الصفاقسي، قدم مستوى جيد في اول مباراتين، ولكن بعد كده بيجيله اصابه بعدته، بس لما رجع بشكل مميز جدا، وقدر يصنع هدفين في مباراه واحده وتاثيره فعلا واضح. اياد يا سلام، حط الكرة علي معلول، علي معلول ثم اللمسة كرة اياد والهدف الاول. علي معلول لسه واقف على رجله ما بطلش يعني، وزي ما قلت لك لعب حتى الان 4 مباريات قدر يصنع هدفين، وانا بشوف انه اضافه عظيمه للصفاقسي، وهو لاعب فعلا اسطوري. وحاليا المدير الفني بيستعان بيه بشكل هجومي اكتر، واجباته الدفاعيه مش كبيره، ولكن علي معلول بالنسبه لي علي معلول افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي. قول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات، هو فين دلوقتي؟ واحد لو صلى على النبي واعمل لايك. سلام. علاقة الحب اللي بيني وبين جماهير الأهلي من أول يوم ليا في النادي الأهلي، بينا حب متبادل مش كلام بس يعني. بص، هو شرف إن أنا لبست شارة قيادة النادي الأهلي. نص ساعة دي مش هنساها، حاولوا تجيبوا لنا اللقطة يا جماعة. والجماهير اللي عملته في المدرج اليوم ده خلاني أحس إن أنا في عالم تاني يعني. كان يوم مميز بالنسبه لي، حتى لما روحت البيت مش مصدق اللي حصل يعني. والله من الفرحه اللي شفتها في عيون الناس والحاجات اللي شفتها في المدرج، لا حاجه تخلي اي حد يعتز ان هو موجود في مكان زي النادي الاهلي.